أما تقول لي الأسبوع الجاي تفشلني قدام الناس. فيوم شديت عليه شوي بالكلام قال أنت يا أخي أنت مو معروف، لو بقصد قصيدة وأنا على مركاي أبجيب لي بقضي حاجتي وأنا على مركاي. لا سألته تقول ايش تعني بالبيت هذا، ايش تقصد فيه؟ قال لي هذا معنى ببطن الشعر. ريح ودور راحتك ضمها ضم، من قبل لحظان المقابر تضمك، أطلق حجاجك واتكل بالله وسم. ومن لا تهمه راحتك لا يهمك. الشاعر عبد الكريم الجباري، مرحبا بك. يا هلا بك، يا هلا بأخوي سلطان. أبرك الساعات أول شيء اللي واجهتكم. يا مرحبا. أنتم فريق العمل، أسأل الله يعطيكم العافية ومبارك عليكم ما تبقى من الشهر. اللهم آمين. الله يتقبل منه ومنك حسن الطاعة. أبو محمد، سعيدين اليوم تواجدك معنا. أبرك الساعات والله. أبو محمد، الشاعر عبد الكريم الجباري، احنا متشفقين لمواجهك قبل كل شيء، واليوم بتحدث معك عن مراحل الحياة أو مراحل الشعر اللي مر فيها عبد الكريم الجباري، من مرحلة البدايات ما بين الكويت وحايل، وقصة أول قصيدة انكتبت عند عبد الكريم الجباري. ودي تذكر لنا وش تذكر من مراحل الطفولة وبداياتك في الشعر. والله يا أخوي سلطان، أول شيء أنا الذاكرة عندي وسط. يعني بعض القصائد القديمة صحيح أني أفتخر فيها وكل واحد يفتخر في قديمة، لكن كل ما يكبر الإنسان ويتعلم يشوف أن القصائد فيها يعني نوع من الركاكة شوي، فما وده أنها تنتشر، ولكن هي انتشرت. وأنا أهني صراحة، أهني الإنسان اللي يشتهر على كبر، وفي بعضهم يشتهر في العشرينات مثل ما صار وياي أنا فطلعوا الماضي كله. أما اللي يشتهر وهو كبير يكون منقح قصائده وطالع، ما طلع للساحة إلا النخبة. يعني أنا اليوم لو ما أبي أطلع للساحة إلا النخبة ما أقدر، لأن شاركت في المنتديات قبل وسجلت في جوجل وفي اليوتيوب ولا أقدر أمسحها. يعني لو كان اليوم عندك سلطة على بعض المقاطع بتحذفها. اي والله اي والله حذفها، مع اني والله افتخر فيها وشيء طبيعي. هذه مراحل العمر. صحيح. الواحد يكبر ويتعلم ويخطي بالبداية وكذا، وهذا أكيد دليل تطور مراحل الحياة والموهبة والقناعات عند الشخص، أني في كل مرحلة أشوف المرحلة اللي تعديتها كانت مرحلة ما فيها شك. أبو محمد، أما بالنسبة لي سألتني السؤال هذا اللي أنا بوصل له الجزئية. سم. فعلا أول قصيدة كتبتها وأنا في حائل، وكان والدي رحمة الله عليه في حائل. احنا نظامنا نروح الصيف نصيف في حائل وتشفق الشايب. أنا فترة من الفترات ما قدرت أروح لو تشفقت وهي القصيدة الأولى اللي كتبتها كانت في الشايب رحمة الله عليه. الله يجعلها. أي والله. عام 1997 تقريبا أو قبل، لا قبل أو 97 والله أني ناسي. أنا ودينا بعد 2000 عشان أبو محمد، كنت من المحبين لبرنامج بادية الكويت ومتابعين للبرنامج. وش تذكر من أسماء الشعراء اللي مروا على البرنامج وكنت تفرح يوم يمر يكون الشاعر الفلاني موجود أو ضيف من ضمن الضيوف؟ والله لا شك أن البادية طابع خاص كان، يعني مضى على أغلب جيل الثمانينات واللي قبلهم، لكن لها طابع خاص من ناحية حتى الربابة لها رونق خاص فيها بذيك الفترة، وكانت هي اللي متسيدة. يعني ما كانت في ولا وسيلة إعلامية، لا موجود لا سناب شات، لا موجود في برامج ولا في شيء. يعني هي اللي شبه المتسيدة الساحة. واللي محليها الله يرحمه محمد العزب، كان يعني حفظ، وكل بيت تقوله يعقب عليه ويجيب له شبيه. فمن كثر ما يبذل يجيب له شبيه حتى أنت تتطور تقول ما أبي لي بيت جديد ما يقدر عليه محمد العزب عشان ينتقدني فيه، ورحمة الله عليه. وكذلك محليها بعد عامر السحلول المقدم، الله يرحمه، كان ميت ويطول بعمره كان حي. ومن الشعراء واجد الشعراء اللي مروا على ديوانية شعر النبط، من ضمنهم شعراء جيلنا هذا مثل حامد زيد، ومن ضمنهم ذكرت أنا في لقاء سابق اللي هو جوهر بن غالب الحربي من ضمن الشعراء اللي شاركوا. واجد يعني، حتى أظن والله والعلم عند الله أنا شفت لي مقطع ما أدري، أتوقع أنه مشارك يا في بادية يا بالقنوات الشعبية الكويتية اللي هو سعد بن جدلان رحمة الله عليه.
شفت له مقطع قديم أنا. الله يجعلها الجنة يا رب. اللهم هل النوعية هذه من البرامج كانت يعني تحفز الشخص اللي عنده بداية في الكتابات إنه يكتب أفضل ويتطور أفضل ويتعلم بعض الأحيان؟ والله بالنسبة لي أنا السؤال اللي ما سألتني أني ما شاركت ولا مرة في بادية شعراء النبض. في برنامج البادية ما شاركت، وكان يعرض علي ولا شارك، ووصلت فيهم أنه يمكن ما يطوف شهر اللي يدقون علي ولا شارك. تسألني ليش؟ ما هو طابعي، ما هو طابع القصيدة اللي أنا أحبه. يعني كان القصيد كله قصيد اللي نحن نعرفه، هم لا شك أنهم اللبنة الأولى، هم اللي بنونا، هم اللي تعلمنا منهم، لكن يبقى لهم طابع خاص من ناحية السرد ومن ناحية الأداء ومن ناحية بالعربي. يعني ما كانت نفس المدرسة اللي عندك؟ ما كانت نفس المدرسة اللي عندي، مع أني أتوافق معها مدرسة الشيبان، أنا أتوافق معها، لكن الشيء هذا يمكن ما كان حتى له تأثير على شعرك. يعني عبد الكريم في بداياته وبدأ كتابة القصيد ما تأثر من أحد الشعراء اللي كانوا؟ لا أكيد أني تأثرت، شيء طبيعي أني بتأثر منهم، لكن أنا أقصد أني أشارك فيهم، أشارك أول شيء عفوا معهم، أني أجي وأقعد وياهم بالطريقة هذه اللي كأنه مجلس، وش تقول يا فلان وش تقول يا فلان وش تقول. أنا ما أحب الأسلوب هذا، أنا انتقادي بس يعني مو جوي الأسلوب هذا، إنك تقول يا فلان تخلص من هذا عط هذا عط هذا، ما أحب. أنا أحب يا لقاء يا أمسية، إني أخذ راحتي يعني أغرد، والأمسيات عندي أفضل بعد. يا سلام، أفضل من اللقاءات. أبو محمد، هي طبيعة البرنامج كان قصايد، أحيانا إذا عندي نقد عليك أقوله، أو بيت متشابه أو موضوع أو تعليق، صح؟ لا كان العزب يقول يذكر، بس أنا مو هذا اللي أقصد. أنا أقصد أنه كان نظام عطنا يا فلان جديدك، من خلص عطنا يا فلان جديدك، عطنا يا فلان جديدك، يعني حتى مشاركة باخذ راحتي بسولف بدردش ما في. أنا مو بجو، أنا جوي مثلا أمسيات، يعني تشوف مثلا الحين هادي بالأمسيات ترى ماني هادي والله إني صادق، يعني في يعني روح المشاكسة شوي. بالأمسيات شخص ثاني، أحب لا أشوش لا جل الجمهور، أقسم بالله يعني ماني مادح نفسي زيادة، أقسم بالله أنه يعني شعر جسمي يوقف إذا كثر الجمهور، وإذا شفت الجمهور بسيط أنخذل حتى القصيد ما ودي أقصده، وتشوفني يعني بارد. وكثر ما جاء من الشعراء الأسامي الثقيلة معاي أتحمس زيادة وشوش وأعطي أداء حلو. وكثر ما صار الشاعر مثلا ما إن شاء الله نقلل قيمة الناس، لكن كثر ما كان الشاعر أقل شوي لا أبرد. الحي يحيي كل ميت يزيد قابل. الله. أبو محمد، ودنا نسمع قصيدة من اختيارك. أبشر. تسلم. يقول يا مالك الملك فيما قسمت به نسألك، بالفجر ولا الضحى والليل لا من سجى، جنب دروبي دروب الهالك اللي هلك، واجعل دروبي دروب الناجي اللي نجا. لا عسعس الليل واشتد الظلام وحلك، صارت هواجيس قلبي كبر سلمى وجا، وتدور الأيام ويدور الزمن والفلك، واسجع مع اللي سجع واشجع مع اللي شجع، إلين قالت عزيزة فكرتي هيتلك، وانشع نور القصايد قبل بدر الدجا. فانقلت نفسي عزيزة صدق ان قلت لك، ومن حجته صح تبتلقى عليه حججة، ماني من النوع سلكها مع اللي سلك، أمدح مع اللي مدح واهجي مع اللي هجا، يا نفس شومي ولا تنسين شيمة هلك، العز لا بارك الله في حياة الرجاء، أنا أشهد أن العزيز يعيش عيشة ملك، وأنا أشهد أن الحضيض اللي ربه لجأ. الله سلامت. صح لسانك يا أبو محمد. أبو محمد، قبل البداية في ظهورك في مشاركات خارجية أو مشاركتك في شاعر مليون، كان عبد الكريم الجباري نشر قصايد وبدأ نشر قصيدة. أنا ودي أسأل وين أول قصيدة نشرها عبد الكريم الجباري؟ والله أني ما أذكر، بس كانت في جرائد بذيك الفترة وفي مجلات، أساميهم الحين والله أنا ما تحضرني. لكن أنت أبو محمد قبل يعني المشاركة في شاعر مليون كان اسمك موجود كشاعر في الكويت؟ موجود، واندعيت في أبو ظبي لمعرض الصيد والفروسية، شاركت في أمسية كان فيها فقرتين، فقرة الأولى محمد بن فطيس وياسر التويجري،
كانت يعني مختصة في الصقارة، وخالد مدعث الدوسري الله يذكرهم بالخير، وأنا مشارك وما أدري من معنا بعد يمكن خامس، شاركنا في معرض الصيد. يعني ترتبت على الأمور المشاركة هذه، عقبها ترتب علي مثلا الضغط اللي شاركت فيه بشاعر المليون. اي لأن يعني اسمي كان موجود في منتديات أكثر، أنا ما أقول من الجرايد وغيره، لأن الجرايد بالعربي ما عطتنا حقنا بذيك الفترة. يعني كنت أقدم أوراق ويطالعون قصايدي، أبشر إن شاء الله الأسبوع الجاي راح ننشرها، الأسبوع الجاي راح ننشرها. وكل ما جاء أسبوع أعلم أخوياي وأعلم ترى الأسبوع الجاي فيه قصيدة لي. وكانت هي الهبة الترند بذيك الفترة المجلات يعني. فلا جاء الأسبوع الجاي إلا مو موجود اسمي، وأنا رايح متعني عشان أشتري المجلة، فتنكسح نوعا ما. مرة ما أدري مرتين طبعا مجلتين صاروا نفس هذا، وأنا أشطفهم ما قمت أجيهم. فمشت الأيام بعدها بسنة فدخلنا شاعر المليون والحمد لله طلعنا مثل ما حنا طلعنا. فجاني هو الشخص هذا اللي كان يردني قبل، راعي المجلة. فجاني قال أبي منك قصايد، أنت نجم وأنت شرفتنا وشرفت الدولة وما أدري من الكلام هذا. فقمت أضحك بوجهه، لأنه بوقتها رد علي رد ما جاز لي. رده لي يقول يوم قلت له ليش تعدني تقول لي الأسبوع الجاي ما دام انك ما انت منزلها؟ اقول لي بفكر ابى اشوف الاسابيع الجايه اذا في مجال اذا اما تقول لي الاسبوع الجاي تفشلني قدام الناس. فيوم شديت عليه شوي بالكلام قال انت يا اخي انت مو معروف. اي قلت انت جاي تبي تطلع المعروفين، ترى مشهور ما بحاجتك، المغمور هو اللي بحاجه النشر. يا سلام. اي فاذكر ابيات منها مصير الايام تثبت لك وتعرفني، الله لو ان ما هو مهم النفس تعرفها، الله. أنا الذي صعب حتى الوقت يكشفني، يوم من بعض العرب يسرى يكشفها، شاعر وشوف البيوت اللي تشرفني، والعكس أيضا صحيح إن قلت أشرفها. الله. ولو قمت أدقق على الشعار يؤسفني، ما هو بنا حتى بعض الناس يؤسفها، أقسم بربي ولو ما أحد محلفني، أحد يخوض بها وأحد يهدفها، لحظة بصحح وأشوف الصدق وقفني، ما هو بكل العرب والحق ينصفها، الشعر لا صار فالجزلات يتحفني، والزلة اللي تجي ماني مطوفها، واللي على العين لو صديت يطرفني، أقسم لو وقع على الثنتين واطرفها، واللي يحاول بكثر القول يضعفني، الموج ما يقدر الضلعان يجرفها، واللي سهرته وشال النوم من جفني، والله غالي ودوك العين حلفها، كم مهرة حاولت بالعسف تحذفني، ما طولت في ثواني صرت عاسفها، يا الكاتب الصعب ما تقدر تألفني، أنا رواية صحيحة ما تألفها، مصير الأيام تثبت لك وتعرفني، لو ان ما هو مهم النفس تعرفها. الله يا سلام. هذه من الابيات اللي بوقتها، هذه قبل الشهرة وصارت الحمد لله بفضل الله. طيب ومحمد، بما أن تحدثنا عن شاعر المليون، عبد الكريم الجباري كانت مشاركته ما هي اختيارا منه، هل الشيء هذا صحيح؟ صحيح. وش قصة المشاركة؟ ما كنت أدري بشنو آلية البرنامج، كان طالع في برنامج عندنا في الكويت، وطبعا برنامج خاص مو تبع الدولة، مسوين ناس مجتهدين عليه، يعني كانت من ضمن الأسئلة للشاعر ثوبك ليش كذا، نسفتك ليه، أنا داش عرض الزياء ولا، والله العظيم كانت من ضمن الأسئلة. برنامج يعني بسيط سووه قبل، فكنا متخوفين ما ندري شنو البرنامج هذا، هل هو بيطيح قيمتنا ولا بيرفع القيمة، ولا كنا ندري يعني عن تفاصيل الدقيقة. أخلصك حتى لجنة الشعر اليوم ما يدرون في نجاحه اللي نجح فيه، وتفاجئوا في النجاح اللي هو أول موسم. طبعا أنت الكلام اللي قبله كان على برنامج قبل شاعر مليون، برنامج خاص، برنامج طلع على قناة شعبية في الكويت. يعني فكرة شاعر المليون يعني إنها مسابقة هي بالنهاية، بس كانت مو للشعر يعني بالتحديد، يدقق بأشياء ثانية، فنوعا ما ينزل المستوى. يعني بعدها جت خطوة برنامج جاء شاعر المليون، وكنت قريب منهم قريب الفترة هذه، وتربطني علاقات فيهم من قبل بعد،
وتربطني في علاقة بمحمد المزروعي الله يغفر له، الله يجعله الجنة. ودعاني اللي يقول لك على أبو ظبي قبل شعر المليون، وشاركنا في الأمسية المصغرة هذه. كانت في نفس العام يعني في نفس الفترة؟ لا قبلها بسنة الظاهر. وعقب بدأ شعر المليون. فبدأ شعر المليون كنا قاعدين نسمع أن في جولات، وهذا المهم جولات الكويت. يوم جولات الكويت إلا موجود حامد زيد، وموجود الله يذكره في الخير، وموجود حمد السعيد، ومحمد خلف رحمة الله عليه موجود، كلهم بطاولة واحدة. وكانت اللجنة داخل بعض اللجنة مثل الدكتور غسان. فقالوا لي ليش ما تشارك؟ مع العلم كانوا يعطونا أسماء مثل قالوا سلطان معروف ومشهور، بس حنا ما عندنا ثقة أنه فعلا هو بيشارك ولا ما بيشارك لأن نشوفها بعيننا. فمتردد وأنا اللي بحاجتها. قال لي حامد زيد الله يذكره بالخير، قال لي كلمة واحدة. قلت أنت إيش ما تشارك؟ طيب قال لي يا أخوي أنا مشتهر، وممكن البرنامج يمكن إذا طلع مثلا مو كويس ممكن يأثر علي، يضرني يعني. أي لأن حامد زيد بذيك الفترة الله يذكره بالخير يعني وصل مرحلة بالنجومية، هو تركي، هو خالد المريخي، مرحلة بالنجومية مو مرحلة خليجية، تعدوا العربية بعد. الدليل أن في شركة اسمها شركة الفيرجن في الكويت كانت تنزل الأشرطة الأغاني. أخذ فترة من الفترات حامد زيد بالفيرجن الأول والثاني راشد الماجد عربيا مفروض أنه هو الأول، ولا زال هو يعني شهرته قوية راشد الماجد. لكن اللي يقصد أنه في محل اسمه بالمارينا اسمه الفيرجن، أخذ شهر، حتى صوروا هذا أنه أخذ شهر يعني أقوى مبيعات في الكويت. طبعا يمكن راشد الماجد برا يمكن يطقه، بس إذا أنت وصلت مرحلة أنك بالكويت قمت تنافس راشد الماجد فنجوميتك ما هي سهلة. ترند هو خادم رأي. حتى أذكر مرة من المرات رايح أنا وياه، شيء طبيعي إحنا يصورون ويانا العربيين، يتجاوزها مثلا الخليجيين، يتجاوزها العربيين بعض العربيين، بس إنك تلقى مثلا هندي يجي يصور معك، هذه قبل تلقى عند حامد زيد. يجي واحد من السودان يصور معاه، هذه عند حامد زيد. اما حنا على مستوى خليجي، وممكن على مستوى بعد بادية شوي اللي يهتمون في الشعر. فقال لي أنت يا حامد زيد، قال لي أنت يعني بالوقت هذا مغمور، ما راح يضرك شيء، أنا يمكن يضرني لأنه موقع عقود مع شركات وغيره. فجزمت وشاركت، وهذه كانت المشاركة. شاركت، تأهلت إلى مرحلة 100 توقع بعدين 48؟ ما كان في 100. ما كان في 100 لا. 48 دايركت. بعدها وصلت مرحلة 24؟ 48 أو كنا 49 صار في خطأ بعد. المرحلة هذه بعد ماني بتكلم عنها، صارت 48. بس أبو محمد وش اللي حصل في مرحلة 49 و 48؟ هي كان مقرر أنها 48، هي المفروض 48. بس في اسم ما دخل، واسم كان هم يبونه ولا واجهوه. المهم انه صار يعني شبه دخوله فرضية يعني، واسم كبير ونجله ونحترمه، ومفروض هو مكسب للبرنامج الحقيقي يعني. واخر شيء الشخص هذا انسحب طبعا. اي فكان اول في سوري انشال السوري، صار في يعني تقول سوء فهم. قالوا نبي نحط، احنا حطينا 49، نبي نجيب بين اثنين نسوي بينهم قرعة او مو قرعة او اختبار. وجابوا اخوي الشاعر الكبير لبنان الدوسري، وجابوا واحد ثاني وزعل ايش انت يا لبنان. الاخطاء هذه تتحصل في كل برنامج، وبرنامج جديد يعني شيء طبيعي. لكن كلمني عن الناتج، ايش اللي حصل بشاعر المليون. هو نجح بشتى المقاييس، بكل المقاييس نجح شاعر المليون.
الموضوع هذا هو كان سبب انسحاب الشاعر نفسه اللي ذكرت؟ لا عشان توضح بس الفكرة. أو له يد، يعني له يد بالمعاملة بوقتها أو شيء، أو عنده ظروف أنا ما أتكلم عنها بلسان خلق الله، لكن أنا اللي شاهد عياني بذيك الفترة أنه جاء وأصر أنه يشارك، ولا لقى رد يعني حلو من اللجنة، أنه جاي يعني بشبه فرضية. وهذا كان الشخص يعني أنا أقول له أنا موجود خذ البيرق، يعني بكل أمانة، مو قصورا بالشعراء الثانيين، لكن كاريزما وشعبية جامع بالثنين. أداء المسرحي هذا الحالة هو متفوق فيه، وفي ذاك الموسم يعني كان شيء مطلوب حيل. أي فانسحب الشخص وتمت 48 وعدى البرنامج. في أخطاء لأن أول نسخة شيء طبيعي، لكن كلمني عن المشاهدات، كلمني عن الشوارع يوم الثلاثة كانت توقف. والله العظيم يا جاء شاعر المليون حلقته بالنسخة الأولى الشوارع توقف فاضية، تروح على كيف كأنك حاضر مثلا كأس الخليج نهائي بطولة عالمية. أيوة. صح. فأخذ يعني شيء صدى قوي النسخة الأولى. يا سلام. وقوتها بعد ولا قطع الواردك إنهم خلينا على راحتنا، يعني ما فيه مثلا ما تجبرك اللجنة تكتب على هواها. تغير برنامج يعني على مستوى شاعر مليون. هل الحين مثلا أنت مقارنة بقبل أنت لك عين تشوف والمشاهدين لهم عيون تشوف، هل شاعر المليون النسخة الثانية والثالثة نفس النسخة الأولى يعني في أريحية القصيد، أريحية الردود على اللجنة؟ يعني أنت يا أبو محمد الحين خلنا نكون مثلا نتحدث بمصلحة الشعر بشكل عام. اليوم القوانين اللي تكون على الشعر وحبك الشعر ويعني تقييم القصيدة يمكن تضر القصيدة. أكيد تضر، أكيد. أنا جاني ما أذكر بس فرضوا علينا في مرحلة 24 قالوا نبي 6 أبيات أو وشرط أنها ما تكون مسموعة يعني جديدة، وبي غزلية وغرض منها الغزل. فقل 6 أبيات. رد علي الدكتور غسان بوقتها، رد علي قال قصيدة جميلة ولكن متصنعة. أدري أنها متصنعة، أنت اللي طالب مني 6 أبيات. أنتم طلبتوني شيء. أنت اللي طالبني، أنا ماني يعني لاعبين بالحب مثلا جيتك من أقصاي وكاتبها. لو كاتبها من خاطر صح، بس أنت منعت أنك تكتب أن شيء منشور وشيء مقيول تكتبها للمسابقة، بعدين تنتقدني تقول متصنعة. طيب أبو محمد يمكن الجانب هذا الإثبات الشعري. أنا اليوم عندي برنامج شعري، أنا ما أدري الشاعر هذا مثلا أو المشاركين القصيدة كتبها هو كاملة ولا عنده شخص، فأنا أحط له مرحلة اختبار عن موضوع معين أكتب فيه. إيه ما خالف، أنا حقك هذا، بس لا تقول لي متصنع. بس لا تقول لي متصنع. لأن ما هي من روحي، مو مكتوبة من روح، يعني مو هذا ردك. لكن يبقون لجنة التحكيم، يبقون لجنة أفاضل ونكن لهم كل احترام. آلية البرنامج بشكل عام آلية طيبة، ونفعنا. أنا من الناس اللي بعد الله سبحانه وتعالى يعني ظهرت للعالم بسبب شاعر المليون. يعني لا تقول لي لا تحسبني الكلام هذا انتقاد، بالعكس أنا مع شاعر المليون، وبيض الله وجههم وبيض الله وجه القائمين عليه، أنهم يعني بالعربي احتضنوا الشعر. بس أنا أتكلم بالنسخ الثانية، حدة الشاعر ما هي حلوة. خله حر، خله حر يكتب، خله حر حتى في الردود، خلي ينتقدك. شو المشكلة؟ طيب أنت مثلا يا عضو لجنة التحكيم، أنت ما أنت منزه بالنهاية، فتجيني مثلا تنتقدني في بيت يمكن أنت فاهمه خطأ، يمكن توضيحي لك يفيدك أنت، يمكن الكلمة مثلا في لهجتنا حنا تفرق عن لهجتكم، فأنا بعد بوضح لك. حنا كنا ماخذين راحتنا النسخة الأولى، النسخة الثانية لا، ومش الشعر مش قاموا يركزون على الصور. ما أدري هل هذا الخطأ من يعني هل هم مجبرين فيه أو أن الشعراء قاموا يقلدون بعض. أنا يمكن بالنهاية يكون ظالمهم الشعراء هم اللي قاموا يقلدون عشان أصيد مثلا جو اللجنة، أبي جو اللجنة قام يكتب بس صور صور صور، قام ما لها أي روح القصيدة. خليتها بس الأمور استجدت، وأنا ليا جد الجديد استجديت، سكر هواها لين راحت وردت وهبت ذواريها، وأنا مروق
البيت وكثرة هواجيسي، وجابت وودت والظن غير مثبت الفعل تثبيت. يا حيف يا طير لك العين لدت، خانت بك الهقوة ونابك تهقويت، قنصت بك يوم الطيور استهدت، ولك سنتين برمكتك ما استهديت. شرهاتنا مرت عليك وتعدت، قامت تقطع من ورذنك ولو حيت. ماني مسنع كل قوم تردت، لكن بعرف ليه فيني ترديت. الله. وقفت لك يوم ان الأقراب صدت، وقفت لك وقفة جبل ما تخليت، ويوم ان صلفات الهباهيب شدت، نطحت راسي للهوى ما تتقيت. ويوم ان زانت لك والأوضاع هدت، عرضت وجهي للخلايق وصديت. أبشرك جرهدتها وجرهدت، وساقتني النية على ما تمنيت. شعبت نفسي لين ثارت ومدت، وقطعتها جرد الخلاء والسباريت. البدو لضاقت من القاع شدت، وانا حشمت النفس عنك وشديت. تبي تعرف جباهنا ليه ندت، يوم ان نشوف الحي يشرح على الميت. الله. صح لسانك يا ابو محمد. صح الله بدأ. ابو محمد، انا ودي اتكلم على مرحله ما بعد شاعر مليون، المرحله الانتقاليه الثانيه، دخولك للامسيات بشكل اكبر، ظهورك في اكثر من امسيه، جماهيريه عبد الكريم اللي كانت. والله يا اخوي سلطان، اول شيء من فضل الله خذينا حقنا، ولكن الوقت هذا الاولين يقولون اطعن يا ابو زيد والرجال تتفيك. من فضل الله سجلت لا بمركز ماس الهيئة العليا التابع للسياحة والآثار، في ذكروها في جريدة عكاظ 25,000 يلاحقون الجباري في صيف حائل. هذا كان المانشيت في جريدة عكاظ. كنت الحالي الحضور 25 تجاوز 25,000. هذه في اللي في أمسية حائل. هذا أمسية حائل. وأمسية بقطر كذلك، أمسية فبراير تعدى 10 الحضور الخارجي، وأمسية قطر بعد أنا ومحمد مريبد وبن فطيس تعدت 7,000 و8,000 من فضل الله. ولا تحسبها علي غرور، والله وثم والله أني ما أذكر يوم سألت من معي أكبرها واسمنها، ومع العلم العكس ما هو صحيح. قال سألوا بعض الشعراء من معي، قالوا عبد الكريم الجباري معنا، بعضهم يعتذر أسامي كبيرة وأعرفهم بالاسم. وش السبب؟ ما أدري، سؤال راجع لهم. بعضهم يقول لا هذا مدرسته غير عن مدرستي، حنا مدرسة كلاسيكية يعني ما نقدر بالعربي اللي يفوز في أمام الجمهور الشعر الشعبي، وبالعربي الشعر المنبري من الآخر. يعني خلف بن هذال الله يذكره بالخير شاعرنا الكبير، يا قصد على المنابر ما ودك أحد يقصد غيره، ليتمكن من المنبر يهز لك اللي ما براسه انعرى تطلع انعرى براسه، اللي ما فيه مر يطلع به مر. شاعر منبري، لكن جيبه في المجالس وخليه يقول لك القصايد العادية ما يعرف يجاريهم. تجيب لي مثلا من الشعراء المدارس على قولتهم المدرسة الكلاسيكية مثلا على قولتهم. وش المدرسة الكلاسيكية؟ والله ما أدري، هم يسمونها مدارس، أنا أتبعهم بالأسامي مصطلحة. هم قصدهم بالكلاسيكية يعني المدارس اللي فيها حنية زايدة، اللي فيها رفعت عينه ويسولف ويقصد يطلع السماء كأنه يوحي له وحي بيجي منابي بيجي. فبعضهم هذا مدارسهم محترمة وجلها، لكن اللي يقول شاطر ويبتسم ويسكت ويشوف الرد. أيوة له طقوس خاصة. فبعضهم مثلا هو شاعر غزلي وشاعر يعني حق عاطفة حق حب، ما يقدر يواجه حكام في الأمسيات النارية هذه. والعكس يمكن حنا ما ننجح في اللقاءات ولا في الهدوء هذا ما ينجح ويانا، لكن الضغط العالي هي الأمسيات. وأغلب الشعراء اليوم، واخذ الكلام هذا مني بين قوسين، شعراء اللي اليوم أغلبهم ما يعرف يواجه جمهور، يعني تلقاه مبدع وجزل لأنه ما عاد فيه أمسيات. الأمسيات متى خبرك فيها؟ الأمسيات الرسمية اللي حضور آلاف
أما أمسية في عرس بيني وبين جماعتي وبين ربعي شيء طبيعي إني بقوم بقصد وشيء. أما الأمسية اللي مثل مهرجان دبي، مهرجان هلا فبراير، المهرجانات الكبار اللي هو في المملكة ولا برا، اللي بالعربي في الجمهور شواش وفيها مصاحي والمجنون ما يعرف يتعامل معهم، يمكن يرتبك. فتلقاه في اللقاءات وفي السنابات مبدع، هو مبدع هو. يعني خلنا يا ابو محمد نفصل المسألة. منبر الشعراء الحين غير منبرهم قبل. غيري قبل من برنامج مثلا ظهر خلاص أنتم أمسيات، يعني في الموسم الواحد يمكن الشاعر ما يلحق أمسيات في المملكة في دول الخليج. الحين أغلب الشعراء كانت بداياتهم على حسابات التواصل الاجتماعي، خلنا نكون بعد دقيقين شوي أغلبهم كان على تويتر منصة إكس حاليا الوقت هذا. شعراء الجيل أنا أتكلم الحين الجيل اللي الحين مثلا ما بكثرة الأمسيات مثلها قبل. هل تشوف إنهم مثلا لو تكون فيه الأمسيات بيكون المحك صعب بالنسبة لهم؟ أنا أتوقع حتى لو أنا مبدع أتوقع أنا ما يقدر. بالعربي الجمهور يبي كاريزما، يبي أداء، يبي نظرة العين تفرق بالجمهور. يعني محمد بن الذيب من الشعراء اللي لا استلم المسرح يصير كينج. متمرس جدا. ياسر التويزري متمرس جدا. هذا اللي يركب المسرح خلاص، يعني أصلا هو بلي مسرح لو تقعد وياه في مجلس مثل ياسر التويزري. أما محمد يقولون شخصيته عكس، وأنا ما تلقيت أنا في مجلس. لكن مثل ياسر التويزري لا قاعد معك شخصية مريحة، ما ودك تسولف إلا هو، الله يذكره في الخير. فهو طبق شخصيته هذه على المسرح، يعني تلقى حركات إيده، ابتسامته، يوقف بنص القصيدة مثلا أعطوني ماي تعبت صفقوا مثلا، هذه ما حد يقدر عليها. تفاعل مع الجمهور، تفاعل وكأنه بالعربي 10,000 شخص كأنه شخص واحد قدام. فأنت اليوم الجيل هذا مثلا جيل مبدع وفيهم من الشعراء اللي أطيب منا، لكن هل اللي ركب المسرح وصارت أمسية ثقيل عليها العلم، هل هو يبدع مثلهم ولا بس حق تصوير وموسيقى هادية؟ يعني تفرق بعد. مثل الحين عندكم مهرجان القلطة شبه بغت تموت، يعني خذت لها فترة اللي هي المحاورة اي بغت تموت خلاص، يعني حتى العروس ما قاموا يطلبون بالشكل اللي تبي. دخل فن الشيلات. شوف الحين المملكة أحيتها من جديد، أحيتها حتى في برامج الMBC والرمضانية قامت تدخل مثلا ايش اسمه شباب البومب وغيره، قاموا يوصلونها حتى اللي ما يعرف القلطة قام يعرف المحاورة بالتحديد. فحنا نبي بعد أن ترجع الأمسيات. آخر أمسيات وقفت في 2000 ويمكن تقريبا 14 الأمسيات. وش سبب وقوف الأمسيات أبو محمد؟ وجهة سناب تيك توك غيره وصل للشاعر الجمهور. قبل أنا الحين كمنظم أبي جمهور. الحين الجمهور ما عاد يحضر، يتابعك لايف، يقول ليش تعنا زحمة، تابع كل شيء يشوفه. قبل لا يطق له 1000 كيلو عشان محاورة عادي، وعلشان أمسية حضرها كأنه حاضر مباراة. هل تنجح الأمسيات مثلا في المدن الصغيرة أكثر من المدن الكبيرة حاليا في الفترة الحالية؟ أو لو انقاست على اسماء اللي تحضرها وعلى التنظيم اللي موجود. فأنا ودي والله أن يحيون الأمسيات من جديد. يعني البرامج كثرت، مسابقات خلاص مو كلها تقليد. ودك خلاص يرجعوا الشعراء للأمسيات، والأمسيات بعد ترى شوف الشاعر تابعه في أمسية حتى شعر جسمك يوقف مرات من قصيد، التابعه في لغات شوفها برد. الجمهور حماس، أنت نظمها عاد بآليتك وبطريقتك. أبو محمد النجم لولا موقعه فوق ما بان، ونطاح دكلك الجبال الرواسي. طيب يعني انبقى ما هان ونطاح ما هان، يعني متعادل في الوزن والقياسي. فإن كان يدينك قاصرة عندك لسان، ما جيت لأجل تعيش قاطع وخاسي.
واللي يقول سايس الوقت غلطان على حساب النفس ما هو سياسي. الله الله. أبو محمد، هل أغراض الشعر مع الشاعر ترتبط في مراحل معينة من العمر؟ لو الغزل نقول مثلا له عمر معين، الحكمة إلى آخر الأغراض مثلا. أكيد الغزل له عمر معين، أنا قلتها قبل بعد. والحكمة هي اللي دائمة. الغزل طبعا له عمر محدد إلا عند شخصية واحدة رحمة الله عليه، محمد الخس. البستان. إيه، لين أخذ الله أمانته وقصيدة كلها غزل، أسأل الله يرحمه. هو مدرسة شعرية ما يحتاج. كلن وش اللي جيده في شاعر جوه الحكمة، جوه القصيدة الاجتماعية، جوه أنه يوصل رسالة. وفي واحد كل ما تقول أسمعني قصيدة إلا غزل، حتى لو بدخل الحكمة دخلها في الغزل. كلن مجاله، يعني ما حد يقدر يمشي غير مجاله. لكن هل المجال هذا بناء على رغبة الجمهور، بناء على انتشار القصيدة، ولا بناء على شيء في داخل الشاعر؟ هو شيء في داخل الشاعر. هو اللي يعني الجانب اللي يحب يلعب فيه، يفتل فيه بالعربي، يكون يعني هو يحس انه هو الاقوى فيه فيستمر عليه. في بعضهم قوي في الغزل وفي بعضهم قوي بالحكمة. يعني ابن جدلان الحين رحمة الله عليه، الطابع العام اللي خذينا عنه وش الحكمة، مع العلم انه عنده غزل ومبدع في الغزل. والشاعر المبدع يطرق كل بحر. انا اشبه الشاعر ما يقولون الشعر بحر، والسباح اللي يسبح ببرسة يسبح في المحيط الهادي وبحر قزوين، اللي يسبح. لا تقول مثلا بحر ولا. يعني لو تسأل بعض الشعراء الكبار من ضمنهم الشاعر الله يذكره بالخير أبو محمد سلطان الهاجري، اسأل عن بحور الشعر، مسميات بحور الشعر مو كله يعرفها لأنه سباح. شي يهمني مثلا أنا أعرف البحر هذا قزوين ولا أنا علي إني أقطعه، بس مسميات أنتوا وتفصيلك أنتوا كيفك سمى اللي يسمي وخلي يتغلطون عليها الناس. عبد الكريم الجباري من المعجبين في الشاعر ذيب الشمري. والله أبو وليد من الشعراء الأكبر سن وأكبر خبرة ونتعلم منه، ومن شعراء شمر اللي نفتخر فيهم يعني. وأنا صراحة ما هو يعني من باب تواضع اللي أقولها ولا مجاملات في لقاءات ولا تلفزيونية. أي شاعر أكبر سن ومضاله دور حتى لو ما يعجب بعض الناس أحترمه وأجله، فالذيب ما يحتاج، يستاهل. أبو محمد، وش قصة القصيدة اللي تقول فيها قال الجباري يوم سنن سنينها؟ النفس لا ضاقت ترى الله عوينها. طيب. مرثية في أبوي الله يرحمه. الله يجعله. أيوة. يا كم ضيقة تبتلينا وتنفرج، تروح ما كنا أبد عايشينها، وأنا فقدت أغلى بشر يا جماعتي، ولا لوم نفسي لو تزايد ونينها. فرقت والفرقة صعيبة وكايدة، وعجزت لنسى يومها وشهرينها. كل ما أبى أنسى ذكرتني سوالف، يا ليتنا وكلنا حافظينها. دايم يوصينا على الطيب والكرم، وصى شمالي لا تناظر يمينها، وصى على الخوة وصى على الرحم، وقال الصداقة زرعة زارعينها، فإن كانها برض خصيبة وطيبة والله ما ينسى لك الماء يطينها، وإن كانها بقاع مثل تربة السبخ كثر السجي ما هو مبين بعينها، ولو جالك الطرق تخير كرامته لابد تدسم شاربه من سنينها، إلى آخرها. قصيدة طويلة صح لسانك رحمة الله عليه. محمد. أبو محمد، وش أقرب أغراض الشعر لك؟ والله الحكمة، أميل للحكمة شوي. يعني الميول للحكمة جاء بعد عمر، يعني بعد ما أخذت في الشعر فترة؟ لا والله. ولا من بدايات؟ لا والله من بداية. أنا اللي أثر علي أنت يوم فتحت المجال أثر علي أبوي الله يرحمه. الله يجعله. أبوي كان يميل مع أنه مو بشاعر، يعني بسوالف اليومية معنا كلها حكم، كلها أمثال، كلها. وكان مرجع الله يغفر له. يعني يتغلطون الناس في بعض القصائد ويجي يفصلهم، وهو ما هو شاعر، يحافظ ويميل للحكمة، يميل. حتى مرة من المرات سألته سؤال، قلت يقولون أن الحياة، أسمع من البدو يقولون الحياة أساس المراجل، ليه ما قالوا الكرم؟ ليه ما قالوا الطيب؟ ليه ما قالوا الشجاعة؟
إيش معنى الحياة أساس المراجع؟ هو لكل سؤال جواب عند الله يرحمه، وجواب بالصميم. قال أنا بسألك وانت جواب. قال الحين أنت رجال ما فيك شجاعة، لكن فيك حياء، طاغي عليك الحياء. وقاموا اللي معك وفزعوا، ما راح يقدمك الحياء خليك تفزع معهم. قال خلاك شجاع، هذا الجانب الأول. قال أنت رجال ما فيك كرم، ما فيك سخاء، وفيك حياء، راح يحدك الحياء إذا جاك ضيف يحدك حتى لو ما أنت داخليا ما ودك، راح يحدك أنك تكرم ضيفك، وهذا خلاك كريم. أنت رجال ما فيك حياء، حشوم السامع، وتبي تطالع جارتك، تبي تشوف جارتك مثلا وأنت فيك حياء، راح يردك حياك وتصير عندك شيمة. فما بالك الحياء من الله سبحانه وتعالى هو اللي هو الأول. فالحياء شعبة من شعب الإيمان. فهذه أقول لك مع مقتطفات من كلام الله يغفر لي، كل ما أسأله ارتباطا بسؤال سألته اندرج تحت الموضوع. الله عبد الكريم الجباري جزء من قصائده للطير والمقناص. وش سر التعلق لعبد الكريم الجباري في الشيء؟ والله أول المقناص من يوم أني صغيرة أغلي، والطير عشق. يعني يخلي أقرب مالك يغار من الطير، من غلا الطير. ومن المواقف اللي تصير يعني مرة ولدي تعبان، فكلموني الأهل قالوا الولد تعبان. قلت أنا مشغول الحين بروح أودي طيري مريض للعيال. قالوا الطير الحين أهم ولا ولدك؟ ولا ولدك أهم؟ قلت لا، هذا حيوان بالنهاية ما يفهم، ولازم نقوم بحنا. الولد إن شاء الله أنكم تسدون المحل يوم الكلام. رد دبلوماسي وانتهى. وش كتبت بالطير يبوه؟ يقول له صار أنا بيني وبينك مشاوير، تبي تشوف اللي يخطاهم عجولة. الصبر زين وبشر الصابر بخير، كل على ما قير رزقه ينوله. تدري وش مصيبة صعود الأسانسير؟ تصعد سريع ونزلتك في سهولة، لكن تشوف اللي صعد بالدرج غير يبطي، ولكن صعب جدا نزوله. عنتر وفيفي كل أبوهم مشاهير، شهرة طبل غير اشتهار ببطولة. ما أقول أنا أطيب واحد بالشواعير، أقول كب الشعر دون الرجولة. اليوم متى نسمع قصيدة طراطير والناس لا جاهم خبل صفقوا له. لحظة، ترى الشهرة ما عكس السير، أية مجال تدخله في أصوله. بكرة نبي نارد على جمة البير، وتشوف من فينا بيسقي ذلوله. تشوف عجلاتي ورود ومصادير، وبكارك الجفل ولا هي بحوله. ذودك همل ما دوروها المداوير، لو جبت راعي ما يوالف رحوله. خلى الكلام وخل عنك المعاذير، عنتر كسب فالمعركة من فعوله. تلقى السطر عند الرجال المساطير، وتلقى الفحل ما رافق الا الفحوله. وانا ما اعرف الا وجيه المسافير وجيه الحياه، ما هي وجيههم غسوله. وان ضقت صوت الفهد عطني الطير، مشيت باخذ لي مع القاع جوله. لو ضايقوني بالفياض الصقاقير، لكن كل اللي هواه وميوله. الطير مغتر والنوايا مغاتير، والصيد قدر عنوة اللي عنوله. طير مشبب ناهي ما هو بجير، ابيض نحر ناهي بعرضه وطوله. ارقط مثل نقشة يدين الغنادير، أفجح عريض مصرول الساق هوله. نردف عقب هداتهم للمعاشير، هذيك ذابحة وذيك معزولة. الله. واليوم أدوج به من الصبح العصير، ما من حبالي والفياض معزولة. وأكبر غنيمة مكسبي للمناعير، وقصيد ودلال جداد معمولة. وبقول كلمة صادقة للجماهير، ولا كثير اللي بقلبي بقوله. عزي البيت ما يجونه مسايير، ويعزة الشعر بلي رجوله. سلام. يا سلام يا سلام، صح لسانك أبو محمد. أبو محمد، على طاري المقانيص وتصوير أحيانا عبد الكريم الجباري بعض قصيدة في طلعات روح، هل الشاعر اليوم يكون حريص على مثلا متى يبث القصيدة، متى يطلع المكان اللي فيه، ولا له مثلا شروط معينة عند كل شاعر في هندامه ظهوره مكانه اللي صور فيه القصيدة؟ بالعكس، الشاعر بإنسان يصور متى ما جاز له يصور، بس بشكل لائق، يعني ما يكون. ولكن بعضهم فاهم البداوة خطأ. أنا أقول بعض الرجال يتبدوا خرط كالآتي: جيب ومعه طير وبشربه وشرواها وشرواك طيب وفعل جدي وغزواتي والمرجلة قال خلوها وخلاها. ولازم نبهذل
وثوبه وسخ ويهاتي ولا يعرف البداوة وإيش معناه. الله بعضهم يفهم أن البدوي لازم يكون ثوبه وسخ. ولا أسولف مع شيبان البدو اللي والبدوي أرقى من كذا. والله أسولف مع شيبان البدو يقول من يوم حنا بدو، يقول البيت النظيف نظيف، يقول مرتب هذا هو، يقول يوم سكننا الديار، يقول تشوف ترتيب بيوتهم على ما هي عليه. على ما هي عليه. الله. فالموضوع امتداد واضح. اي ما يحتاج. ابو محمد، وش رايك في مسميات الشعر التقليدي، شعر الحداثه، وان بعض الاشخاص صار يسمي مثلا الشعر اللي يكتبه عبد الكريم الحين هذا التقليدي مثلا، ولا قال قصيده تقليديه؟ هم يبي يحدونك على الشيء هذا. هم يقصدون تقليدي المفردة. أن ليش تجيب مثلا كلمة مثل قبل شوية أقول جرهدت سباريت الكلام طيب أنا إذا ما حفظت على كلام آبائي وأجدادي من اللي بيحافظ عليه؟ تبي تجيب لي مصطلحات لغة عربية جديدة. اللغة العربية مصونة طال عمرك، وفيه كتاب وفيه معاجم اللغة العربية. يعني بكافيتك أنت الشاعر، أنت اللي أصلا قصيدك ومصطلحاتك تميل للغة العربية. فأنت بتكلمني عن تحديث الفكرة. حنا حداثيين الفكرة لكن ما حنا حداثيين المفردة. من هم اللي يحكمون بالشيء ذا؟ هم بعضهم يجي يحدك يقول أنت، يسميك مثلا يعطيك غالب كامل يبيك تمشي تحته. شعر تقليدي بشنو؟ حدد، لازم تحدد. إذا تقليدي المفرد أنا أقول لك صح، أما تقليدي بالفكرة لا، ماني تقليدي الفكرة. أنا جددت الفكرة ولكن المفردة أنا أحفظها. حافظ تاريخ آبائي وأجدادي. هل هم شعراء الحداثة اللي يقولون الكلام هذا؟ هو الهجوم كله منهم، من شعر الحداثة. كل الهجوم منهم. أنا أقول لك الأسباب، ترى أنا متجرد معك أخوي سلطان. متجرد ما أخذ راحتي. هم أيام الأمسيات وأيام المبيعات، أيام الأشرطة، وأيام ما لهم قيش مع الشعر الشعبي. ما له قيش معه صراحة. يعني هم اللي يطالعون النجوم، هم اللي عينهم بس ما أبغى يقصد ينتظر الوحي. فتلقى حضور أمسياتهم بسيط، ما هو يعني ما هو أكل جمهور. فلا شرحت له، قلت له يا أخي القصيد هذا طعمه في القصيد العادي. أدري أنك مبدع والله ماني ظالمك، ترى أنا الكلامي هذا مو ظلما لهم، لا بالله ماني ظالمهم. أدري أنه شاعر وأدري أنه جزل وأدري أنه شوف حبكة وسبكة. أقول يا أخي حرام، يا حرام تدخل بعض المصطلحات. ليه يكتب الشعر كذا؟ هو وش السبب؟ مدرسة مشوا عليها، معجب بشخصية. إيه بس من اللي الحين أنا بكون مثلا مع عبد الكريم مثلا، مع أني أنا محايد، ولكن لو أجي مع عبد الكريم وش اللي خلى مثلا إعجابهم بالحداثة اللي ما أعجب عبد الكريم؟ ليه ما أعجبك الحداثة وأعجبهم؟ هم نظامهم يدخلك في مصطلحات تشتتك، وإذا جيت تقول إيش معناته طيب الفكرة هذا البيت هذا يعتبر من الضعف. بعض ولا بعضهم لا بالله ماسك حداثة اللي يقول لك حداثة الفكرة مش حداثة المفرد. لا سألته تقول إيش تعني بالبيت هذا؟ إيش تقصد فيه؟ قال لي هذا معنى ببطن الشاعر. أعطاك ابتسامة ونظرة يعني إن عندي خيال واسع. ما في شيء اسمه هو مو لغز أنت مقدمه للجمهور. قدم قصيدة، ما هو لغز حط عليه مكافأة وجائزة وخلى عرضه في السينما. أما تجي طال عمرك تحط لي صورة مبهمة رمزية، ولا جيتك سألتك تقول لي بطن الشاعر. أصلا أصعب الشعر أعذبه اللي هو السهل الممتنع. أصعب شيء لأني شلون بوصل للعالم. والله شفت القصيدة اللي يقول لك فيه رمزية وفيه غموض، قسم بالله وحنا نايمين نكتبه. لو تبي لك 20 بيت الحين احنا جالسين وبعنا ببطن الشعر، يعني خل بطن الشاعر يشيل اللي يشيل. يعني السهل الممتنع أصعب من الشعر الرمزي، أصعب ومن الجاهلية. وشوف القصائد اللي منتشرة الحين معك حتى من ضمن شعار حداثة الفكرة وبعض تحديث المفردات عنده شيء بسيط بس يطعم تاريخ الآباء والأجداد رحمة الله عليه، اللي هو مدرسة بدر عبد المحسن، الأمير بدر عبد المحسن مدرسة في الشعر، حافظين قصيدة ومطعمة في القديم والجديد. وقصيدة القديم كلكم حافظين، وقصيدة عن الوطن كلنا حافظين. يطعمه في الخيل ويطعمه في المصطلحات القديمة ويطعمه. يا سلام. أبو محمد نبغى نسمع قصيدة من اختيارك. أبشر. تسلم. يقول أنصحك لغرك الراي في بعض الأمور، استشارت منها للعرف رجال بخيص،
واحد ما عز نفسه تدور منه شورش هدم ما يستشير الرخيص إلا الرخيص. واعرف إن ثوب المعزة يبي رجل صبور، والقضاء ما ردها الحرص لو تصبح حريص. ولا تخفي كلمة الحق بهتان وزور، لو عرض للحق غالي وابن عم خليص. الله اللي يظهر الحق يوم الحق نور، مثل مظهر حق يوسف على ظهر القميص. لو تزور أهل المداين وبعض أهل القبور، تفتهم تفسير الآيات في هل من محيص. كم وحيد غره الراي وغواه الغرور، خلت سود الليالي مثل وضع القريص. خوة الطيب تجنبك طيحات العثور، ومن تهقوى بالقرايص يدور له قليص. وردي لو جارك الوقت مع جوره يجور، ما عرفنا من فروخ الدجاج إلا الوصيص. الله اللي يعلم السر واللي بالصدور، لو نزكي نفسنا الله بالنية بخيص. الله الله، صح لسانك. صح الله بدك. أبو محمد، عندك مشكلة أو اختلاف مع بعض الأشخاص اللي يصورون مثلا في السناب أغلب الأمور في حياته، التصوير اللي بعض الأمور اللي المفروض ما تتصور أكيد في مجتمعنا العادي. أنا ما أتكلم أكيد. في جانب ما هو بزين ولا لا، حتى في الجوانب الزينة، بس ما كل زين يتصور. أول شيء في خصوصية للأشخاص وأنت ما استأذنت منهم، ومرات لو تستأذن بيجاملونك ويقول لك صور. لكن حنا قبل أن نتكلم عن هذا أبى أتكلم لك عن يعني مثلا حنا كعرب أو بادية، أهم ما علينا لو تبي تراجع نفسك داخليا، أصلا تخطب البنت لشجاعة أبوها والكرم أبوها. عندنا خصلتين اللي هي الكرم والشجاعة رقم 1، صح ولا لا؟ مع العلم أن يوم عدوا مكارم الأخلاق العشرة اللي علقت على الكعبة، أولها الصدق، والثاني الأمانة، والثلاثة الوفاء، وأربعة المكافأة بالصناعة اللي هي رد الجميل، 5 مداراة الناس. الله. قبل الكرم 6 الكرم، 7 إغاثة الملهوف وإجارة المستجير وحسن الجوار، و10 الشجاعة رقم 10. تخيل آخر الطابور. فأنت الحين قبل من مكارم الأخلاق، قبل الكرم وقبل كل شيء فيه اللي هي شنو هي مداراة الناس. أنت لازم تداري خواطر الناس، هذه مقدمة عليهم كلهم. فتجي مثلا تصور عشاء، وعندي قصيدة بعد بالفكرة هذه يقول: فاضفضوا مدام للتاريخ وقفه وانقلابه، وسولفوا في كل شيء إلا النميمة والظليمة. دام الأحداث التشابه والمواضيع التشابه، ما يضر الصمت في بعض النقاشات العقيمة. المجامل شيء طيب بس ما يحمد جنابه، ان تعدى الحد لحدود المهونة والظليمة. المجامل ضيع التاريخ فدراج السحابة، والمرمم وصل الترميم لعظام رميمة. والحياء مثل الصويب اللي مشى ينقل صوابه، وصار راعى الحق مثل اللي مسوي له جريمة. آفة التاريخ نقل صار بقلام الكتابة، لين صارت مثل ما شفنا عواقبها وخيمة. كل واحد لابس له ثوب ما هو من ثيابه، ما درى للناس عين ولا درى للوجه سيمة. كيف تقدر تعيش بقدر وبعز ومهابة وانت ما عندك طموح ولا صروح ولا عزيمة؟ اسمحوا لي، والسؤال اللي يبي رد الإجابة: كيف نحشم واحد ما يجعل ذاته حشيمة؟ وكيف أعز اللي كساها الشيب ما عزه شبابه؟ بعد ما شيب يبي يصنع له صروح عظيمة، من حسب قوس السهم فعله مثل قوس الربابة. يمسح الرضام بغياب الصواريم العديمة، ومن يقول التايه الأفكار لا يتعب ركابه. ومن يعلم واحد ما هو جعل عقله خصيمة. يولد الإنسان ما يختار عرقه وانتسابه، كيف نطعم باختيار الله يا مال الغنيمة؟ يولد الإنسان ما يختار عرزه وانتسابه، كيف نطعم باختيار الله يا مال الغنيمة؟ ومن يعلم إخوة العليا تغيم في غيابه. قل لي راعى الوالمة ما عاد به للكيف قيمة، لا تقول كليب شب النار ويقلط عذابه. زادت النعمة وصارت كل خلق الله كريمة. ومن يعلم مجحم بن مهيد يا سحمة ذيابه، يا مصوت بالعشاء جونا مصورة الوليمة. أبو محمد، وش سالفة الشخص اللي طلعت مرة من صيدلية ولقيته يبغى يتصور معك وبعدها رحت أنت وياه مشوار؟ هذا يوم تسرق سيارتي. هذه طال عمرك والله بين المعد مو سهل. هذه طال عمرك 2013
وقفت عند الصيدلية في منطقتنا في الكويت في العمرية. فيوم طلعت من الصيدلية موقفها 6 أمتار بينها وبين الصيدلية. من الخطأ اللي أنا سويته، وهذا درس طبعا أتعلم، أني خليت السيارة شغالة بالصيف ومكيفها شغال، وكانت يعني تقريبا يا بسنتها وأقدم منها بسنة، يعني موديل السيارة جديد. يوم طلعت أدور سيارتي ما فيه، هي جيب لاند كروزر في اكس. طلعت أدور، ما قلت هذا أكيد واحد يعرفني مسوي فيني ما قلب ولا شيء. أي ما فيه إلا. وانتظر شوية ما طلعت السالفة صدق، ترى دقيت على كم واحد إلا على جية واحد شباب صغير محترم. يوم جاني كان يقول ممكن أصور وياك؟ فاضي التصوير سيارتي مسروقة الظاهر وانت بتصور، امشي ودني بس للمخفر امشي. قلتها كذا؟ اي والله ما عرفها ولا عرف، وياخذني طيب اروح انا المخفر ويودي ادخل معي المخفر داخل واقدم بلاغ. فيوم طلعت من المخفر، اول ما طلعت من المخفر واتعذر من الرجال، قلت انا لا صورت معك وشغلتك ووديتني دوبك ذكرت ويطلع من كبار الحماية الله يبيض وجه هذا وغايب. اي والله وبشرك لقيت السيارة عسى. اللي سرق 51 سيارة اللي سلمت سيارتي بس من فضل الله توفيق. وال50 راحت. 50 راحت تشليح. طيب أبو محمد، عندنا فقرة وش قلت. أعطيك موضوع وتعطيني على بيت ولا بيتين من كتاباتك. أبشر. التغافل. أمشي السالفة من طيب نياتي، لو هي على وجهها ولا مقفاها، ما دام اني صح لا أفكر ولا حاتي ولا نوالي بنية سوي القاها. الشهرة. عنتر وفيفي كل أبوهم مشاهير، شهرة طبل غير اشتهار البطولة. الوصل. ما جمع الناس غير الخوف والحاجة، ولا فرق الناس غير الأمن والشبع. القصايد. القصايد بحر، والبحر لا زام، ومن يطب البحر يسبح تجيه رهبة، وانقصد واحد مثلي بشف ومرام، لو يطب البحر سف البحر وشربه. الحب. اللعبة حظ بين العشاشيق، أما أنا حتى نحت ولا محيته، وتبي الصحيح اللي عليها المواثيق، الحب حلق لحيتي لا لقيت. الله صح لسانك. أبو محمد، عرفنا عبد الكريم الجباري الشاعر، تابعناه مؤخرا صار يدرج بجانب اسم عبد الكريم الجباري الشاعر السياسي عبد الكريم الجباري. والله ماني سياسي لا، يعني بقدر ما حنا يعني في الكويت معطينا مجال الترشيح للمجلس الأمة والمجلس البلدي، فأخذت المجال هذا فقط. أما سياسي يعني أني أخوض بالسياسة بأعماقها لا بالله. لكن كانت عندي رسالة باك حاولت أني يعني أرشح نفسي أني أوصلها ولا تمت. وبعدين الشيء الأول والأخير والله ما خلاني أنزل للمجال هذا إلا حاجة إنه أنا أضيق لأنا خاني رجال، والاتصالات أنا وغيري من الشعراء ومن الإعلاميين ومن المشاهير وغيره تجيهم اتصالات ورسائل بشكل يومي يمكن بالمئات، أبي فزعتك بالمكان الفلاني، أنا علي دين، أنا علي مدري وشو. يعني لو أني أنا بنك الراجحي ما يمديني أسدد العالم هذه كله. فأنت بالنهاية ما ترد خلق الله، تحاول تسعى بكثر ما تقدر، خصوصا في الجانب اللي يعني تقدر تسوق وجهك وجاه. أما أني بروح النقطة هذه أني بروح أشحذ لك أوديك لحد أشحذ لك، هذه أنا أستعيبها صراحة. لما إذا أنت رجال مسجون أنا من وراك ولا هذا أروح إن شاء الله نفك وننخر الرجال اللي على ما قال فيها خير. أما عليك مثلا محتاج لك مبلغ تبيني أروح للحاكم الفلاني ولا شيء أدخلك عليه وما أدري، أنا أحسها تني عرق وجهي ما أسويها. يعني هذه وجهة نظر. إن في حدود لطلبتك في أكيد يا أخي. أنا ما يعني النفس أبدأ من الوالدين، خلينا نتكلم بالواقع. والله العظيم إني ما أذكر يوم رحت وقلت أنا أبي من فضل الله، وبشرك إنه بخير وبرزق وكل يوم بزود. الله يزيد. اي والله. فهذا كان الدافع لعبد الكريم انه يترشح لمجلس الامه في ذاك الوقت. بس هذا الدافع، انه راى في نفسه اني المكان هذا بكون فيها خدم الناس. ودي اخدم والله، بس ودي اخدم، ودي اوصل رساله ان واجد اللي يكتبون عليك، ترى الصدق حلو والله، انه يزعلك اليوم لكن يرضيك بكره. الصدق من جهه يقولون العرب.
فاللي صاير ما أقول إنه العموم، البعض يعني قام يكذب على الناس، أبشر وبكرة وعقبة ومع بالهواء. يعني اصدق وواجه افضل من انك تكذب. صدق. وما توفقت أنا في المجال هذا، يعني وقفت الحين لأجل مسمى، ويمكن أن أقطع مرة واحدة المجال هذا. لأن فكرة ترشحك مرة ثانية؟ بعضهم يحسبني أبي الشهرة في الترشح. ترى العضوية ترى بس داخل الكويت، برا ما حد يعرفك. أما الشاعر لا، معروف في دول الخليج، يمكن في الدول العربية يعني. فاليوم أنا يمكن على مركاي، لو بقصد قصيدة وأنا على مركاي أبى أجيب لي بقضي حاجتي وأنا على مركاي. أما لو صرت عضو أنا اللي بتعب، وأنا اللي بطالب لك، وأنا اللي بجاهد لك. بالعكس يعني أنا ما دخلتها عشان تزودني، بس أبوصل الرسالة هذه ولا توفقت، وإن شاء الله أن وصلت من البرنامج بإذن الله. أبو محمد ودنا نختم معك بقصيدة من اختيارك. أبشر. تسلم. يقول الجبل صفق الهبايب ما تهزه، الله الله. ولا تحسبني لي طحت متضايق، انت صدرنا على عز ومعزه، وانت عثرنا فلا صرنا لحايق. اترك النيشان عندي لا تغزه، يوم هملتك وصارت بالعلايق. والبحر دامه ركد لا تستفزه، خل عينك تحت رجليك وتهايق. والله إنا حاضرين بكل حزة، ما يعوقنا عن الطيب العوايق. الأصايل لاحقة والكدش فزة، ومكسب النملة سنة ضاع بدقايق. ولو حسبت حسابك بتسليم غزة، كم ما جاتك من الله المحايق. مفصلا ما ينفع وجوده نحزه، وش لنا بالهم وبعوج الطرايق. اترك العاقل بصمته لا تلزه، الله أبخص في تدابير الخلايق. جز واطلق ولا تدري لا تجزه، وقتنا غير مفاهيم الحقائق. الشريف يذل والسارق ينزه، ويا سلام الله سلام الكل بايق. سلامتك. صح لسانك يا أبو محمد. صح الله. الشاعر عبد الكريم الجباري، تشرفنا بتواجدك معنا. انت الشرف، الله يطول عمرك، وشاكرين لك قبول الدعوة ووصولك معنا فيه. الله يطول بعمرك، والله أن أبرك الساعات وأبرك الحزات اللي قابلتكم، وانت شرف ومكسب. اي والله. والشيء الثاني اللي ودي اني اشكرهم واللي يستحقون الشكر، اخواني طاقم فريق العمل، هم اللي يتعبون، وبالنهايه طال عمرك يطلع اللقاء باسمي وباسم المذيع ابو محمد. لكن بيض الله وجيههم 1000 مره. تراني انا علاقتي معهم متوتره، لكن عاد احنا عاد نبي نصلح الله يبيض وجهك ومرحبا. الله يطول عمرك، يرحم والديك.